تعالوا وياي حتى اسوي لكم دولمه باللبن كلش معدله ومرتبه وطيبه للفطور، فد شيء خرافي. اليوم عندي خطار ولازم اسوي لكم دولمه. هنا عندنا الرز وخلينا البهارات عليها، وخلينا فلفل اسود والماجي والملح، تمام عيني، والسبع بهار وبهارات مال دولمه. نحتاج الى لبن والى ورق عنب، وهنا عند الخضروات كلنا نفتحنا ونسوي بهالشكل هذا. دائما اللب اللي بداخل الخضروات اطلعه واثرمه بهالشكل هذا مع كرفس وشبنت، وهالترتيبات هاي كلها تصير. وهنا عندنا اللبن اللي راح نستخدمه. هاي طبعا طريقه جدا خرافيه وطيبه ومعدله. طبعا هاي طريقه الوالده بالدولمه البيضه. هاي الدولمه يعني شلون نقول عليها مالت الكراد اللي قاعد يستخدمونها ويسوونها دائما يمهم. اللي ماكلها باقليم كردستان راح يعرف الطعم مالته لان كلش طيب وخرافي. لكن بالحقيقه هي ما تكون باللبن العادي او نقول عليه اللبن مالت البقر، تكون بلبن الغنم اللي مدخن الشايط، على مود تنطينا هذه اللكه مالت الحموضه والنكهه مالت الدخان بيها تصير خرافي. بعدها جن الحشوه قلبناها يمين يسرى، سوينا بهالترتيب. جبنا الجدريه مالتنا، خلينا الدهن، خلينا بشعب الجدريه. هنا عندنا الباقله المفلسه ورش السماق صغيره تنطيها شكل خرافي. واهم شيء هنا عندنا البصل، نبدي نخليه بالارضيه مالت الجدريه على مود ياخذ لكعه وياخذ طعم كلش خرافي. واهم شيء البصل يكون بيها لان طعمه كلش طيب. هنا الوالده بدات تلف بيها بهالترتيب هذا، تمام عيني. كل شيء نسوي لكم اياه واضح وحلو. هنا عندي لبن خليت عليه شويه مي وعصره ليمون وعصره رارنج وفلفل اسود وملح، خلطته كلش زين وضفته فوقه. دائما نخلي مي عليها على مود تصير عندي كلش تمام وتصير مرتبه. واهم شيء تخلون اللبن بهالطريقه هاي. جينا عندنا راح يصير لكم هنا مقبلات رمانيه، عندنا رمان وعندنا لبن، تمام. ضفت عليه شكر حسب الرغبه، وراح اضيف عليه القشطه، تمام عيني. هذا الرمانيه، هاي قشطه ضفت عليه. راح نبقى نخلطها لحد ما تتجانس المواد مع بعضها وتصير كلش معدله. ولا تنسون رشه الملح الصغيره لان ضروري. هنا عندنا الدجاجيك، عند خيار وعند اللبن، واكيد راح نستخدم وياه النعناع المجفف. اوكي، فاللي يحب يضيف ثوم مجفف او فريش ماكو اي مشكله، هذه نسويها كلش تمام. بعد هنا جينا على المتبل مال الجزر والخيار. هنا بهالترتيب هذا راح اقصقصها واسوي لكم اياها حلقات تكون دائريه كلش حلوه ومرتبه. عندنا الصلصه مالتها عباره عن كاتشب، وعندنا ملح، وهنا عند الصاص والنعناع المجفف. ضروري تضيفون نعناع مجفف على مود النكهه مالته تطلع كلش طيبه ومعدله. بعد هنا عندنا الجزر والخيار سويناه بهالشكل هذا. راح نخليه بنص التتبيله مالتنا ونخلطه خلط كلش زين على مود تبقى تتبل وتشرب بها المواد لان طعمها جدا خرافي وكلش هوايه طيب. وهنا جيت على الخيار بعد ما برشته بالمبراشه وسويته بهالشكل هذا، راح ابدا اضيف عليه اللبن هنا. فاللي عنده لبنه يقدر يضيف عليه ويخلي عليه النعناع المجفف، طبعا اختياري بس لكن النعناع المجفف يعطيها شيء خرافي والطعم مالته والنكهه فد شيء كلش طيب. جيت على الوالده هنا لقيتها قاعده تخبز خبز حار، اكيد على مود الدولمه والفطور، لان عندي خطار لازم يكون اشياء معدله موجوده بالسفره مالتنا. هنا بدت الوالده ترق بيها او تفتح بيها نقول عليها، تمام عيني. خليتها وين؟ على الماده. بعضكم يسميها مخبازه، ماكو مشكله، اكتبونا بالتعليقاتكم الحلوه اللي تريدون هيك روتينات حتى ننزلكم كلش هوايه، وان شاء الله راح تستمتعون بالقناه مالتي. روحوا ضيفونا على الانستغرام، هاي المعرف قدامكم، ولا تنسون اشتراككم بالقناه وتفعلون الجرس وتنطونا لايك مثلكم. طبعا هنا احنا مستخدمين الطحين مالت الوجبه او مالت الحصه، تمام. هسه هاي اجواء القريه، اخذنا الخبز على البيت. تعالوا حتى نخلي السفره مالتنا. هنا عندنا الدولمه وعندنا الدجاج والمقبلات والباميه والتمن والفلفل والسلطات، وسهمكم الف عافيه. تسلمون.